السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة جايين بفيديو جديد، فيديو بمناسبة ان رمضان قرب وان احنا بنبتدي نجهز في حاجات نخزنها لرمضان. قبل ما نبدأ الفيديو نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبيبي يا رسول الله. أولا عشان احنا في رمضان وكده بنحب الحاجات بتاعتنا جاهزة ومتخزنة، بنبقى مش قادرين نعمل حاجة. فبنجيب الحاجات بنخزنها في التلاجة، علشان ناخد منها ونعمل منها على طول. ماشي، أنا جبت أول حاجة 4 فرخات. طبعًا 4 فرخات دول مش هيكفّوا الشهر، هنكمّل بقى بسمك، نكمّل بلحمة، نكمّل بخضار، مش هناكل لحمة على طول ولا فراخ على طول. وبعدين يعني إحنا في أيام ما يعلم بها إلا ربنا، ربنا يعدّيها على خير مع الكل يا رب. ماشي، بس هنحاول بقدر الإمكان إن إحنا نوفّر شوية في الأكل والحاجة دي. ماشي، كل واحد بقى على قد ظروفه. جبنا ال4 فرخات هنغسلهم كويس وننضّفهم كويس من كل حاجة، تغسليها بالملح والليمون عندِك شوية دقيق حطيهم برضك وأنتِ بتنقعي الفرخة هتشيل أي زفارة فيها. طماطماية، ممكن طماطماية لو ما عندكيش دقيق، الطماطم برضك بتشيل الزفارة اللي في الفراخ. المهم إن إحنا هنغسل الفراخ دي كويس أوي وننضّفها كويس أوي بحيث إن إحنا هنتبّل فراخ، هنحطها في التلاجة متبّلة، بحيث إن إحنا مش هنطلّع نغسلها، هنطلّعها على الأكل جاهزة على الأكل على طول، يعني نطلّع هنعمل على طول، لا هنغسل ولا هننقع ولا هنعمل حاجة. ماشي، خلاص أنا باغسل دول كنت ناقعاهم، كنت باشطفهم بقى من مَيّة النقع. شطفتهم كويس أوي وهابتدي بقى إيه، هاعمل بانيه، هاعمل ستريبس، هاعمل الوراك لوحدها، هاسيب فرخة بحالها أشويها. جِبت البتاعة اللي هنقطّع عليها بقى، جِبنا الحاجة اللي هنقطّع عليها الفراخ، وابتدي إيه، نقطّع بقى الحاجة بتاعتنا. أول حاجة جِبت الفرخة ديّة هنقطّعها وهنخلي الصدر بتاعها، إحنا هنخلي صدرين، صدرين الفرخة. صدر هنعمله بانيه على مكرونة في يوم، وصدر ممكن نعمله ستريبس ساندوتشات كده. طبعًا خلي الصدور سهلة جدًا، مش محتاجة أي حاجة. ابتديت بقى أخلي الصدر أهوّة زي ما أنتم شايفين. خلي الصدر سهل جدًا، جدًا، أهم حاجة سكينتِك تبقى حامية وتاخديها واحدة، واحدة بقى. تخلي الصدر واحدة، واحدة كده هيتخلى معاكِ بكل سهولة، ما فيهوش أي حاجة ولا فيه تعب ولا فيه أي حاجة. أدي خلّينا أول واحدة وهنعمل في التانية كده برضه. خليناها دي الفرخة التانية برضك هنخلي الصدر بتاعها، لأن قلنا صدر هنعمله بانيه وصدر هنعمله ستريبس، أو أي حاجة تتعمل سندوتشات كده، حسب ما انت عايزة بقى وحسب ما ولادك بيحبوا، مع البصل مع الفلفل بتبقى حلوة أوي. ماشي، بنخلي الفرخة التانية. أهم حاجة وانت بتشتري الفراخ عشان تعرفي إن هي تتخلى، هات الفراخ اللي صدرها كبير، اللي لها صدر، لأن الوراك كده كده بتتعمل عادي ما فيهاش مشكلة. وهنبتدي بقى إيه، هنحط كل حاجة لوحدها، الوراك بنحطها لوحدها. في أطباق فِل، عندِك أطباق فِل حُطّي أطباق فِل، عندِك أكياس تلاجة حُطّي في أكياس تلاجة، مش هتقف معاكِ على حاجة. أدي هنبتدي نقطّع البانيه بتاعنا، هنقطّع صدرين 2 بانيه، ده حسب بقى أفراد أسرتِك أنتِ، اعملي شوية تعملي قليل، أنتِ اللي عارفة أفراد أسرتِك وعارفة أنتِ هتأكّليهم إزاي والدنيا هتبقى ماشية عندِك إزاي. خلي البانيه ما فيش أسهل منّه، سهل جدًا، جدًا. أهم حاجة سكينتِك تبقى حامية، طول ما السكينة حامية، طول ما أنتِ هتعرفي تقطّعي البانيه حلو وكويس خالص. آدي خليت صدرين أهُمّة، وهاعمل في التانيين كده برضه، هاعملها ستريبس صوابع. الفرخة دي بقى دي هاقطّعها وهاتبّلها وأحطّها متّبلة زي ما هي. ديّة ممكن تشويها في صينية، ممكن تسلقيها لو عاملة محشي وعايزة ومحتاجة الشوربة بتاعتها، حسب ما أنتِ عايزة. هتقطّعيها منابات، الصدر والورك وكده. هتقطّعيها عادي زي ما بتقطّعيها على قد أفراد أسرتِك برضه. أنا على قد أفراد أسرتي الفرخة بحالها، الفرخة باحطّها في كيسة بحالها كده، باتبّلها وأحطّها في التلاجة متّبلة. بتطلّعيها بقى، بُصّي ريحة الفراخ ديّة بتجيب لآخر الشارع،
لان هي محطوطه في التلاجة متبله. الفرخه شربت التتبيله جدا، بس حطها في التتبيله قبل ما تحطها في الفريزر، حطها في التلاجة ساعه على ما تشرب التتبيله بتاعتها. مش هنتبلها ونحطها في الفريزر على طول كده ولا كأننا عملنا حاجه. اوكي. نيجي بقى في الفرخه ديت هنعملها، هنتبلها وهنسيبها بحالها كده، بحيث ان انتي لما تيجي تطلعيها تشويها على فحم، تشويها في صينيه، هتشويها بحالها زي ما هي كده. قطعنا البانيه وقطعنا الحاجة اهوت، وادي اللي وراك كمان لوحدها. هبتدي بقى احط الحاجة في اطباق. ممكن بقى اللي وراك تاخدي الدبابيس بتاعت اللي وراك ديت وتعمليهم ايه، آه كنتاكي كده بالفيجيتار، بيبقى حلو قوي. الرقب والجناحة برضك هنعملهم لوحدهم مشويين، هنعملهم في بطاطس، بيبقى حلو مع شوية رز. وما تنسيش عندنا الكبد والقوانص كمان، احنا عندنا كبدة وقوانص. الفراخ الأربع فراخ طلعوا كمية حلوة قوي من الكبد والقوانص. برضك حسب أفراد أسرتك، لو الكمية دي هتكفيهم مع البصل والحاجة بتاعتهم كان بها. مش هيكفوا ممكن تجيبي ربع كيلو عليهم كمان وتزودي أكلك، دي ما فيهاش أي حاجة. ودي أكلة برضك، يبقى من 4 فراخ طلعنا كذا أكلة. طلعنا الوراك لوحدها، طلعنا الكبد والقوانص، طلعنا الهياكل لوحدها تتعمل في صينية. الوراك هتعملي منها مثلا، تعملي منها كنتاكي زي ما انت عايزة. هبتدي بقى اعمل تتبيلة حلوة كده اللي هتبل بيها الفراخ، حطها من التتبيلة في الفريزر كده. بصلاية وطماطماية وقرن فلفل، ومعاكي التوابل بقى، الملح والفلفل وتوابل الفراخ. وهتبتدي بقى ايه تتبلي الفرخة بتاعتك وتسيبيها في التلاجة على الأقل ساعة. سيبيها في التلاجة لو احنا في الجو الشتاء، سيبيها ساعة برا التلاجة. لو احنا في الصيف حطيها في التلاجة. بحيث ان احنا في رمضان بنبقى قايمين الصيام تعبنا شوية، مهدودين مش قادرين، فبنقوم بقى ايه نطلع الحاجة دي بنحطها في الصينية كده تفك شوية، نحطها تستوي، خلاص كده خلصنا الأكل بتاعنا. أنا ذات نفسي بحب الحاجة جاهزة في رمضان. وبكده خلاص هحط الوراك بقى كلها في اطباق فيلم زي ما انتوا شايفين اهو. قطعي الوراك بقى زي ما انت عايزه تقسمي نصين وتعملي فيجيتار بفيجيتار حلو قوي. مش هتقولي لا، هتعملي كل حاجه، اهم حاجه تغسليهم كويس والحاجه بتاعتك تبقى نظيفه. الفرخه دي برضك هتبلها بالتتبيله اللي انا عملتها. آه، حطيت عليها التتبيله اهي وهحطها بحالها كده. دي بتطلعيها بقى اشويها على الفحم. فعلا هتاكلي احلى فراخ. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. وارجو التفاعل مع الفيديو، لان المشاهدات واقعة خالص بجد. يا ريت